بص يا اخوانا، اقول لكم نصيحه يمكن قلتها لكم قبل كده اللي حضر معايا دروس قديمه، لكن عايز اقولها لكم تاني ومن قلبي من قلبي. احنا اخوانا عايزين نخش الجنه، واحنا مش زي السلف، لا عندنا كثره عباده ولا عندنا كثره صيام ولا جاهدنا ولا غزونا ولا صاحبنا النبي عليه الصلاه والسلام ولا حاربنا المبتدعه ولا نشرنا الدين في الآفاق ولا بنعمل أي حاجة خالص من الآخر يعني. ولو احنا توزنا ورحنا في منافسة مع الناس دي يوم القيامة، الموقف هيبقى صعب فوق ما تتخيل. اقعد انت قول لي اسلامك ايه هو اسلامك؟ احنا بنكافح عشان نحافظ على الصلاة الآخر. اللي بيقوم الليل فينا نص ساعة ده بطل. الناس كانت بتصلي ب3 4 5 10 أجزاء في الليلة الواحدة. يعني انت بالنسبة لهم صفر في كل حاجة. ايه الحل الوحيد؟ الحل الوحيد الأخلاق من الآخر. مفيش عمل ممكن يخليك تقرب من الناس دي إلا الأخلاق، لعدة أسباب. السبب الأول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الإيه؟ الصائم القائم. فالعجز اللي عندنا في العبادة إيه اللي هيعوضه؟ أخلاقنا الكويسة مع الناس. الحاجة التانية إن العكس، إن عملنا أصلا اللي هو مش موجود، لو أخلاقنا سيئة هيبوظ. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الايه؟ الخل والعسل. وهو اصلا مفيش عمل، هيروح فين؟ ده مجرد انت لو شتمت واحد ممكن كل عملك يروح، لان هو مش موجود اصلا. هياخد منك ايه يوم القيامه؟ هو مفيش تاخد، دي اعمال كلها مخرومه. والنبي عليه الصلاه والسلام اتسالوه عن واحده، قال ان فلانه تذكر من صلاتها وصيامها ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. صريح، هي في النار.